قاعد سهران في القسم لاني كنت مسؤول عن الورديه بتاعت بالليل، ولقيت التليفون بيرن. الو، مع حضرتك اسم الشرطه. الحقوني الحقوني، حد يلحقني بسرعه، الحقوني. ايوه يا فندم، يا ريت تقولي في ايه بالظبط. انا في الدولاب ومستخبيه، هيقتلني. شفته بيدور عليا. مين اللي هيقتلك وليه؟ طب تقدري توصفي لي شكله؟ طب انت فين؟ طويل قوي، وعينيه مخيفه، لونها اسود. ده اكيد مش انسان. ده ايه؟ كملي انا معاكي. وفجأة الصوت سكت، وبعدين قالب بصوت واطي. الصوت خطواته بيقرب عليا، صوت نفسه قريب مني. الحقوني، هيقتلني. وفجأة البنت صوتت والخط قطع. اعرفكم بنفسي، انا سليم، ضابط شرطة، ودي مش اول مكالمة تجيلي كده. انا من وقت ما مسكت المنطقة دي وكل يوم في نفس الميعاد تجيلي مكالمة من ناس مجهولة. ولما عملت تتبع للمكالمة اتفاجئت ان المكالمة بتتم من بيت مهجور. ودخل عليه مراد صاحبه وقال له: ايه يا عم مالك؟ هي المكالمة يا جاتلك برضو ولا ايه؟ بس المرة دي كانت بنت بتستغيث وبتقول انها مستخبية في الدولاب. في الدولاب مرة واحدة؟ طب كانت في انهي رف بالظبط؟ طب قالت لك ايه كمان؟ وده وقت وزار واستظراف. اسمع بقى، برضو نفس اللي بيحصل في كل مكالمة، البنت بتستغيث وبعدين الخط بيقطع. تمام. بص، انا عاوز انصحك بنصيحة، ابعد عن الشر وغنيله. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الرائد محمود اللي كان هنا قبلك؟ ايوه، ماله يعني؟ الله يرحمه يعني. تعرف هو مات ازاي؟ لا معرفش، بس تقريبا حادثة، مش كده؟ لا يا عم، لقيوه مقتول في اوضته. انا اتفاجئت وقتها وما كنتش عارف ارد او اقول ايه. فمراد كمل كلامه وهو بيقفل الباب عشان محدش يسمعنا، وقال: اسمع بقى، على الرغم من ان قتله وراه شبهة جنائية، الا ان الكل كان بيحاول انه يقفل القضية باي شكل، واكتفوا انهم سجلوه انه منتحر. ايوه، بس محمود كان بيصلي وقريب من ربنا، انا عارفه كويس من ايام ما كنا سوا في الكلية. هو كان الدفعة اللي قبلي، مستحيل يعني ينتحر. ومراد رد عليه وقال: محمود قال لي ان كان بيوصل له رسائل على التليفون من رقم مجهول قبل وفاته بكام شهر، وحاول كتير يوصل لصاحب الرسائل دي، الا انه اتفاجئ لما لقى ان الخط اللي بيبعت منه الرسائل متسجل باسمه هو. كان جوايا احساس بيقولي ان في حاجة مش مظبوطة، فسألته: ازاي يعني؟ طب ما كان ممكن يعمل تتبع للرقم اللي بيكلمه ويعرف مكانه. ومراد رد عليه وقال: ما هو ده اللي حصل فعلا. ايوه، وبعدين؟ التليفون لا موجود في البيت المهجور اياه. مراد قام وقف وقال له: خلي بالك من نفسك، وبقى قافل التليفون بالليل، وما تهتمش بأي مكالمة تجيلك. تمام؟ تمام، ما تقلقش. مراد خرج وسابني افكر، هل هقدر فعلا اعمل كده ولا لا؟ بس قاطع تفكيري دخول العسكري ومعاه صينية الاكل اللي حطها قدامي على المكتب، وقبل ما يخرج سألته سؤال: يا عسكري، تعرف ايه عن البيت المهجور اللي في شارع 9؟ فجأة لقيت وشه صفر وبدأ يلتفت يمين وشمال وقفل الباب، ورجع وقف قدام مكتبي وقال: انت عاوز تعرف ايه بالظبط عنه؟ قمت وقفت وقربت منه وقلت له: اي معلومة تعرفها قولي عليها. انا عارف انك طول عمرك كنت ساكن وعايش في المنطقة دي، وعارف انك اكيد تعرف اللي حصل في البيت ده من زمان. العسكري شرب كوباية المية وكان قلقان جدا، وبعدين قال: والله يعني يا باشا، من اكتر يعني من 15 سنة كده كان في عيلة عايشة في البيت ده، راجل ومراته وعياله. الست حنان كانت طيبة قوي، واهل البلد كلها كانوا بيحبوها لانها كانت بتعمل خير كتير، ومفيش حد كان بيلجأ لها الا وكانت بتساعده. طب وجوزها كان زيها برضو؟ لا يا فندم، فتحي ده كان راجل وحش، كان غاوي سهر، والله اعلم كان بيعمل ايه. في الاول وفي الاخر اهو بقى بين ايدين ربنا، هو بقى اللي يحاسبه. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ اليوم ده بالصدفة يعني انا كنت بلعب مع واحد من عيالهم
قصاد البيت وشفت كل حاجة. فلاش باك. حنان، يو بقى، مش كل يوم كده، حرام عليك كده يا فتحي. انت هتفوق امتى بقى من القرف اللي بتعمله ده؟ بص بقى، لو ما اتعدلتش انا هبلغ البوليس واللي يحصل يحصل بقى. ايه مالكيش دعوة باللي بعمله، ولو فكرتي بس تبلغي عني انا هقتلك. وبقولك ايه بقى، صحابي جايين يسهروا معايا النهارده ومش عايزك تبوظي في وشهم. انت سامعه يا وليه؟ ايه؟ وكمان هتجيبهم البيت؟ لا لا لا، دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا. طب والله ما انا قاعده لك في البيت ده، انا زهقت من القرف والعيشه دي. حنان كانت هتمشي الا ان فتحي مسكها من شعرها وضربها جامد، بس ما خدش باله وقتها انهم كانوا في المطبخ والبوتاجاز كان شغال. وفجأة النار مسكت في هدومها وبقت حنان بتتلوي من النار قدامه، وهو واقف كان بيتفرج ومش عارف يعمل ايه، لحد ما واحد من اصحاب فتحي اللي كانوا جايين يسهروا كالعادة سمع الصوت وجه بسرعة، وعلى ما كان اتصرف كانت حنان ماتت. وقتها فتحي ما استحملش اللي حصل وطلع المسدس وقتل نفسه ومات في وقتها. نرجع من الفلاش باك. فكرت شوية في كلام العسكري وبعدين قلت طب وعيالهم راحوا فين؟ والله يا باشا مش فاكر، في ناس بيقولوا انهم ماتوا بعدهم وناس تانية بيقولوا انهم اتربوا في الملجأ. ايوه، طب وليه محدش من الورثة اخد البيت وباعه مثلا؟ هقول ايه بس يا باشا، للأسف ما كانش ليهم اهل، والورثة الوحيدين للبيت ده هم العيال اللي المجلس الحزبي حط عليه ايده لغاية ما العيال تبلغ السن القانوني. طب يا عسكري روح انت، ولو احتجتك في اي حاجة هبقى نادي عليك. وخرج العسكري وانا برضو لسه بفكر. انا بصراحة مش قادرة اقتنع بالكلام ده، انا مش بصدق اصلا في الارواح والكلام الفارغ ده. وبدأت اكل من الاكل اللي العسكري كان جايبه، وفجأة النور قطع وسمعت صوت حاجة بتتحرك معايا في الأوضة، فمسكت تليفوني وشغلت الكشاف، بس اتخضيت لما لقيت قطة سودا واقفة قصادي على المكتب وبتاكل من الأكل اللي أنا باكله. قمت وقفت بسرعة وبعدت عنها وأنا مسلط الكشاف عليها، وفجأة اختفت. دورت عليها في كل حتة ما لقيتهاش، وبعدها النور جه. دورت على المكان اللي دخلت منه، بس الغريبة بقى ان الشباك كان مقفول والباب كمان كان مقفول. خرجت برا انادي على العسكري ياخد الاكل واسأله عن القطة، بس لقيت العسكري التاني اللي اسمه سيد بيقولي امر يا باشا، لو بتدور على سميح فهو لسه مخلص الوردية بتاعته ومروح حالا، لو عايز اي حاجة انا خدامك موجودة باشا. ايوه تعالى شيل الاكل اللي جوه وهاتلي شاي. وسيد كان لسه هيتحرك الا اني سألته بقولك ايه يا سيد، هو النور قطع عليه من شوية، مش المفروض ان القسم يكون فيه مولد احتياطي يشتغل لما النور يقطع؟ سيد استغرب قوي وقال ايه مين؟ النور ما قطعش ولا حاجة باشا، يمكن اللمبة اللي عندك في الأوضة فيها مشكلة، عموما انا هبقى اغيرها لسيادتك. مش عارف ليه وقتها كنت حاسس ان في حاجة مش مظبوطة، في حاجة غلط بتحصل. النور يقطع وبعدين القطة تظهر وتختفي فجأة. وسيد دخل لمكتبي، بس الغريبة بقى ان لقى الصينية كلها فاضية واطباق الاكل كلها متكسرة ووقع في الارض. طبعا انا ما عملتش كده ومحدش يقدر يدخل مكتبي يعمل كده. خمنت ان القطة هي اللي عملت كده وقلت لسيد دي اكيد القطة، انا تقريبا سبت صينية الاكل زي ما هي، ما جيتش جنبها اصلا، خصوصا لما لقيت القطة بتاكل منها. سيد اتخض ورجع لورا وقال ايه القطة السوداء اللي عينيها يعني باللون الدم دي؟ انا استغربت كلامه جدا وبعدين قلت له وباين كده انك بتشوفها كتير في القسم، ابقى هات بقى كلب نربيه هنا منه يبقى حراسة ومنه يمنع القطط من دخول القسم. لقيته بلع ريقه بصعوبة وقال لا باشا، القطة دي مش لحم ودم زينا ومحدش بيشوفها هنا غير لقيته ساكت فجأة وعمال يلف حوالين نفسه ووشه كان مخطوف. وبعدين سألته وقلت
انا مش فاهم اي حاجة من كلامك. ازاي مش لحم ودم زينا؟ امال هتكون ايه يعني؟ التفت حواليه يمين وشمال وكان وشه باين عليه القلق، وبعدين قال محدش شاف القطة دي هنا غير محمود باشا الله يرحمه. هو قال لي انه اتكلم معاها وعرف انها من عالم الجن يعني. اعوذ بالله. ايه الهبل ده؟ جن ايه وكلام فارغ ايه؟ بس احنا ناس متعلمة وما بنصدقش في كلام الجهلة ده. محمود باشا كان زيك كده في الاول، بيدور على الحقيقة، وهي ما قلتله ابعد وعيش جنب الحيط زي ما مراد باشا عمل، الا ان هو كان مصمم بقى يعرف ايه اللي بيحصل، لغاية ما صحينا في يوم ولقيناه مات الله يرحمه. طبعا ما كنتش قادر اقتنع بالكلام اللي قاله سيد ولا حتى صدقه، بس قررت اني اسكت مؤقتا وطلبت منه ينظف الأوضة وبعدين يخرج. استنيت لغاية ما ميعاد الوردية بتاعتي تخلص ورجعت البيت. نمت كام ساعة وصحيت قبل ميعاد الشغل بكام ساعة، وقررت اني اروح البيت المهجور واشوف بنفسي ايه اللي بيحصل. وفعلا رحت للمكان بنفسي، ولما وصلت لقيت البوابة اللي بره مقفولة بقفل كبير، بس من الواضح ان القفل كان جديد لانه ما كانش مصدي ولا اي حاجة. حاولت افتح القفل بس للأسف ما فتحش، فقررت اني لازم ادخل البيت ده بأي طريقة حتى لو هنط من على السور. لفيت حوالين البيت عشان اشوف افضل مكان اقدر انط منه، لغاية ما لفت نظري بقى ان في ورا البيت ده باب خشب صغير، ولما ضربت الباب برجلي فتح على طول وقدرت فعلا ادخل منه بسهولة. وطبعا المكان كان كله ضلمة، فاستخدمت كشاف التليفون بتاعي وكنت بمشي بحذر. لفت نظري ان في اثار اقدام في الارض وباين عليها انها حديثة، ومشيت ورا خطوات الاقدام دي، بس فجأة وصلت الممر جوه البيت واختفت، ولكن كان في اثار اقدام حاجة تانية خالص. ولما قربت الكشاف من الارض اتفاجئت انها اثار اقدام قطة. كملت ومشيت وراها لغاية ما وصلت الأوضة، فتحتها وكنت لسه هدخل لقيت حاجة كانت بتطير، كانت هتيجي في وشي لولا اني بعدت، وعرفت وقتها انه ممكن يكون خفاش، وده طبيعي لان اصلا المكان مهجور. دخلت المطبخ اللي اتفاجئت لما شفته، كان مطبخ عصري وباين عليه ان فيه كل حاجة جديدة. ازاي يعني؟ والمفروض ان البيت ده مهجور لأكتر من 15 سنة. الغريبة بقى ان المطبخ كان نضيف ومفهوش اي تراب زي باقي البيت. ايه ده؟ ده حتى كمان التلاجة شغالة وفيها اكل بيدل على ان حد عايش هنا. دورت على اي حاجة او اي معلومة اعرف بيها مين عايش هنا، بس ما لقيتش اي حاجة. خرجت بره المطبخ وكملت لف في باقي البيت ووصلت للدور التاني، ولفت نظري ان في اوضة منورة في اخر الطرقة، رغم ان النور كله كان قاطع في البيت ما عدا المطبخ. قربت واحدة واحدة من الأوضة وانا حاطط ايدي على سلاحي ومستعد لأي حاجة. ووصلت للأوضة ولما بصيت فيها لقيت القطة، ايوه هي نفس القطة السوداء اللي شفتها في الاسم. ولما فقت بعدها اتفاجئت اني كنت نايم في بيتي وعلى سريري، وكان واقف جنبي العسكري سميح وبيصحيني لاني اتأخرت. اتنفضت من مكاني بسرعة وبصيت في الوقت لقيت ان ميعاد الوردية بتاعتي بدأ من ساعة وانا اللي اتأخرت. بس ازاي ده حصل؟ انا ما كنتش بحلم، انا متأكد من اللي حصل ده، كل ده كان حقيقي. بس ازاي انا رجعت البيت؟ وسألت سميح هو انت هنا من امتى؟ مراد باشا بعتني ليك وقال لي اشوفك اتأخرت ليه، ولما جيت لقيت حضرتك نايم فصحيتك. طب لما دخلت الشقة ما لاحظتش ان كان في حد قبلك ولا اي حاجة غريبة؟ وسميح بص حواليه وقال هو انت شاكك في حاجة يا باشا؟ وقفت ورحت عند الحمام وقلت له لا مفيش، ما تحطش في دماغك، روح انت دلوقتي وانا هغسل وشي واغير هدومي وهجيلك على طول. وسميح مشي وانا وقفت قدام مراية الحمام، ولفت نظري ان لبسي زي ما هو، وحسيت بصداع وافتكرت الخبطة. حطيت ايدي على راسي وحسيت بألم، وعرفت وقتها ان اللي حصل ده ما كانش حلم، ده حقيقة، وخصوصا ان كان في بقايا دم متجلط في شعري مكان الضربة. انا قررت وقتها اني مش هحكي لحد وهسكت، بس مش هيأس وهروح للبيت ده مرة تانية، بس المرة دي بقى هاخد احتياطاتي كويس. ورحت القسم
واستلمت الوردية من مراد، ولأن المنطقة كانت صغيرة فمستوى الجريمة فيها قليل جدا، فمعظم القضايا اللي بتيجي اشتباكات أو خناقة وبتتحل بطريقة سلمية. وكان ليا صديق اسمه حامد، وكان بيحكي لي ان المنطقة دي هو اللي كان مسؤول عنها، ودايما بيحصل فيها حالات اختطاف، وخاصة للأطفال والبنات اللي بيتخطفوا فجأة ومش عارفين هما بيروحوا فين. والغريبة بقى ان مفيش حد من اللي بيتخطف بيظهر تاني، حتى انهم مش بيلاقوا جثث. تليفون الاسم رن، وقتها رديت ولقيت صوت بنت شابة بتقولي الحقوني الحقوني، ده هيقتلني، انا شفت كل حاجة، بقولك الحقني. قمت وقفت وقلت لها اهدي بس يا انسة، وقوليلي بالراحة كده انت فين الاول، ومين اللي هيقتلك؟ ما تخافيش انا هساعدك. والبنت عيطت اكتر وقالت انا عايزة ارجع بيتي، انا خايفة، حاولت اهرب منه كتير بس الباب مقفول. طب تمام، حاولي توصفيلي المكان اللي انت فيه، انا مش هسيبك. وفجأة الصوت اتحول وبقى صوت تخين، وكأنه مش صوت بني آدم، لدرجة اني بعدت السماعة عن ودني، والصوت قال ابعد وانسى اللي بتفكر فيه، مش هتقدر توصل لحاجة. وفجأة سمعت صوت صريخ والخط قطع. بعدها حاولت اعمل تتبع للخط، الا ان كالعادة عرفت انه في البيت المهجور. حسيت وقتها اني لازم اتحرك، وفعلا خرجت بره القسم ووصلت للبيت المهجور. اكيد يعني المجرم مش هيكون لحق يهرب. ورحت للباب الخلفي عشان ادخل منه، بس الغريبة اني ما لقيتهوش، ولقيت المكان مسدود مبني بطوب ولا كأنه كان باب. لفيت حوالين البيت وما لقيتش حل غير اني انط من على السور، وفعلا نطيت ودخلت جوه. واول حاجة فكرت اعملها ادور على المطبخ، وفعلا وصلت له، وكان زيه زي ما شفته قبل كده. مشيت وطلعت للدور التاني، وانا بفتح اوضة واوضة وبدور فيها، بس الغريبة ان كنت كل ما بفتح اوضة كنت بلاقي فيها القطة السوداء، اقفلها وافتح اللي بعدها والاقي نفس القطة قاعدة في مكانها وبتبصلي. كملت لغاية ما وصلت لاخر الطرقة وفتحت الأوضة الأخيرة، بس اتفاجئت لما لقيت الحيطان كلها دم. لما دخلت وحطيت ايدي على الدم عرفت ان الدم ده لسه جديد. وفجأة سمعت صوت من بره الأوضة، خرجت وانا بتسحب، لقيت بيت بيجري ونازل على السلم. جريت وراه وشفته وهو بينط خارج السور. نطيت وراه وانا شايفه من بعيد بيبعد لغاية ما اختفى. بصيت حواليا ولقيت نفسي واقف قصاد القسم، ولما دخلت القسم لقيت فيه دوشة وخناقة بين اتنين، وكان مراد واقف وبيصلح ما بينهم. مراد اول ما شافني لقيته قرب عليا وقال هو انت كنت فين؟ العسكري اتصل بيا لما ما لقاكش بترد على تليفونك، في ايه بقى؟ مفيش، عادي يعني، انا خرجت كنت بجيب حاجة ورجعت بسرعة. ايه ده ايه الدم اللي على هدومك ده؟ هو انت كنت بتصطاد ولا ايه؟ انا مش فاكر ان كان في دم على هدومي وانا في البيت المهجور، ولا وانا بنط، مش عارف هو جه منين. وما اهتمتش ودخلت غيرت هدومي وكملت شغلي، ومراد مشي. وتاني يوم قررت اني هروح واسأل الناس عن سر البيت ده، وفعلا قابلت اول واحد، وكان راجل كبير وساكن قصاد البيت واسمه الحاج سيد. وسألته بقولك يا حاج، تعرف ايه عن البيت ده؟ الحاج كان قلقان وهو بيبص حواليه ناحية البيت، وبص ناحية البيت وقال تعالى ندخل جوه وانا هحكي لك اللي اعرفه. ودخلني جوه بيته. البيت ده مبني على ارض ملعونة، كانت زمان مدفن لجنود الانجليز اللي ماتوا في مصر. انا استغربت من كلامه قوي وقلت له انا بقى عايز اسأل عن الناس اللي كانت عايشة في البيت ده وراحوا فين. وسكت شوية وبعدين قال قصدك يعني على فتحي ومراته وعياله؟ وافتكرت لما العسكري قال لي ان الراجل اللي كان عايش في البيت ده اسمه فتحي ومراته حنان. هم دول. ايوه يا ابني، فتحي وحنان اتجوزوا من زمان، ولما ربنا فتح عليهم اشتروا الارض دي وبنوا عليها البيت ونقلوا هنا، وناس كتير حذرتهم من الارض دي بس هم ما صدقوش. عادي ببساطة لو كانت الارض فعلا مقبرة كان ممكن تبلغوا، وكانت الشرطة هتيجي تمنع البناء عليها، وكانت هتبقى ارض وقف. اهو اللي حصل بقى. المهم من يوم ما سكنوا هنا وكنا بنسمع اصوات بتخرج من بيت
زي صوت صريخ، والصوت ده بيكون في نص الليل بالظبط. ما ممكن يعني يكون تلفزيون او راديو. طب وبعدين كمل. ايوه، ما انا سألت فتحي عن كده، بس لقيته بيقولي انهم بيكونوا نايمين ومش بيسمعوا حاجة. ايه، غريبة، بس ممكن يكون ليها تفسير تاني. هو فتحي ده بيشتغل ايه؟ فتحي كان عنده مشتل ورد كبير، وكان يعتبر هو اللي بيوزع الورد ده لمحافظات كتير، وكان عنده ورد نادر، وكمان بيستورد البذور بتاعته من بره. المهم، هو كان مسافر وبيجيب البذور دي ورجع في نفس اليوم واللي حصل فيه الحادثة. فتحي رجع بعد نص الليل وكان البيت شكله هادي والكل نايم. لفت نظر وجود قطة سودا في البيت، وفضل يمشي وراها عشان يخرجها قبل ما ولاده يصحوا ويخافوا منها. اتفاجئ لما سمع صوت جاي من أوضة النوم، ولما قرب من الأوضة وفتح الباب اتفاجئ لما لقى حنان معاها واحد. الدم غلي في عروقه وقتلها، وبعدين قتل نفسه. بس محدش يصدق ان الست حنان تكون وحشة ابدا. دي كانت بتعرف ربنا وبتخاف منه، مستحيل يعني تعمل كده. طب وعيالهم فين؟ بعد اللي حصل ما بقاش ليهم مكان هنا. بيقولوا ان في ناس قرايبهم اخدتهم، وناس تانية بيقولوا انهم ماتوا بعدها. الله اعلم الحقيقة فين. بعدها قمت وقفت وشكرت الحاج سيد، وبعدين مشيت وبحاول ارتب الكلام في دماغي. في فرق ما بين القصة اللي سميح حكاها لي وفرق ما بين القصة اللي الحاج ده حكاها. فات يومين ومفيش اي حاجة جديدة حصلت، حتى كمان الاتصالات وقفت. بس انا من جوايا ما نسيتش الموضوع. كنت قاعد في مكتبي وكنت بقلب بالصدفة في الملفات القضايا القديمة اللي كان ماسكها الرائد محمود القصاص، وبالصدفة وقع في ايدي ملف غريب. ولما فتحته لقيت فيه كل بيانات اللي بيشتغلوا في الاسم، بداية من مراد والعساكر وكله. بقيت بقلب في الملف صفحة وصفحة، بس لفت نظري ان في صفحة مقطوعة، ولما دورت عرفت ان الصفحة دي خاصة بواحد، بس ده بقى اللي معلوماته ناقصة، وهو مراد. استغربت شوية وشكيت ان يكون وراه حاجة، وخصوصا ان كان طول الوقت بينصحني اني ابطل ادور على معلومات بخصوص البيت ده. كلمت صديق ليا بعيد في القاهرة وطلبت منه معلومات كاملة عن مراد، بس بشرط السرية التامة. وفعلا في خلال يومين عرفت ان مراد كان اهله زمان ساكنين في المنطقة دي، بس محددش العنوان بالظبط. ولان ابوه كان ضابط برضه، فكان كل كام سنة بيتنقل لمحافظة جديدة على حسب المأموريات اللي بتجيله، وهم كانوا بيسافروا معاه. وعرفت برضه ان امه توفت وهو صغير بسبب الكانسر، وابوه مات في ظروف غامضة ومحدش يعرف سبب الوفاة. وقررت اني لازم اراقب مراد واحاول اوصل لاي حاجة من وراه، ولكن ما كانش في حاجة في حياته مريبة او غريبة حتى، لغاية ما في يوم لقيته خارج من اسم. قررت اني همشي وراه بنفسي من غير ما ياخد باله، واتفاجئت انه كان رايح لطريق البيت المهجور. فضلت مكمل في الطريق الا ان فجأة عدت من قدامي عربية كبيرة، ولما مشيت كان مراد اختفى. كنت على اول شارع 9 اللي فيه البيت المهجور. خمنت انه اكيد هناك دلوقتي، وفعلا مشيت ورحت للبيت ده ونطيت من على السور ودخلت. كنت بمشي بحذر وبحاول ما اعملش صوت عشان اوصل للحقيقة، وسمعت صوت صرخة وزي ما يكون في خناقة. مشيت ورا الصوت ده لغاية ما فتحت الباب اللي جاي منه الصوت، واتفاجئت لما لقيت مراد مربوط في كرسي وسايح في دمه وكان فاقد الوعي. شلته بسرعة وجريت بيه على أقرب مستشفى، ولما فاق واجهته باللي حصل ولقيته بيقولي أنا حماية ساكن في نفس الشارع، كنت رايح أزوره عشان عرفت إنه مريض. وفجأة وأنا معدي قدام البيت ده سمعت صوت حد جوه بيستغيث. نطيت من على السور ودخلت، بس اتفاجئت لما لقيت قطط كتير جدا مجمعة حوالين جثة، ومن الواضح إنها كانت لطفل، والقطط دي كانت بتاكل من الجثة دي. ولما قربت من القطط حاولت أبعدهم، ولقيت حد ضربني بقوة على دماغي، وبعدها مش فاكر ايه اللي حصل. اطمنت على مراد اليوم ده ومشيت. ولو مش مراد اللي ورا اللي بيحصل ده، امال مين؟ هل ممكن يكون في ارواح فعلا بتعمل كده، ولا البيت فعلا ملعون زي ما الحاج سيد قال؟ رجعت تاني للملف اللي كان الرائد مصطفى مسجل فيه المعلومات الخاصة بكل اللي شغالين في الاسم، وكنت بقلب فيه إلا إني لاحظت وجود ورقة مختلفة عن باقي الورق. كان كله أصفر وقديم،
إلا الورقة دي، من الواضح كده إنها جديدة، حتى الحبر اللي فيها جديد، والخط اللي مكتوب مختلف تماما عن باقي الأوراق. الورقة دي كانت لسميح، العسكري سميح. ولما قريت المعلومات اللي في الورقة ما لقيتش حاجة تستدعي الشك، فقررت اني ادور وراه بنفسي. وفعلا كلمت صديقي اللي في القاهرة وطلبت منه المعلومات كاملة الخاصة بسميح، وطبعا في سرية تامة. وفي خلال يومين معلومات سميح جاتلي، واتفاجئت وقتها ان سميح يبقى ابن فتحي وحنان اللي اتقتلوا في ظروف غامضة. وقتها بقى طلعت امر بالقبض على سميح، وعرضته على لجنة مختصة للتحقيق معاه بتهمة القتل واخفاء معلومات مهمة لرجال الشرطة. وبرضه المديرية بعتت قوة من عندها تفتش البيت المهجور وتحقق في القضية، اللي اكتشفوا ان البيت فعلا مقبرة، اولها لجثة فتحي وحنان، وجثث كتير لناس مخطوفة من المناطق اللي حوالينا. وتحت طبعا الضغط اعترف سميح بكل جرايمه، واولهم قتل ابوه وامه اللي كان بيشوفهم طول الوقت بيتخانقوا قدام عينيه، خصوصا لما ابوه كان بيتعصب لدرجة انه حاول مرة يقتله لما وقعوا من البلكونة غصب عنه. فقرر سميح من يومها الانتقام منهم عن طريق قتلهم، ولكن برضه ما قدرش يكتفي بكده، وبدأت الجرائم تزداد واحدة ورا التانية لغاية ما وصل للي حصل دلوقتي. ولحد هنا خلصت القصة خالص. ولو عجبتكم ما تنسوش اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.